اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي لكم المندي العراقي. جبنا دجاجتين سلقناهن، أخذنا التشريب مالتهن وخلينا لهن الخلطة، بس مع الأسف صورت الخلطة فالمسحة انقسم من عندهن. هسه خليناهن بالأوفن حتى يحمصن. هسه راح نخليه، هسه خلينا لهن حتى ما يبسن شوية من الخلطة حتى تطلع اللحم طراوة، حتى ما يكون يابس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه خلينا نسوي على محمد وآل محمد. خلينا شوية هيل، اليوم خلينا راح شوية نسوي قرنفل، لكم خلينا شوية فلفل حب، خلينا شوية بهارات المندي، شوية ملح، خلينا الهيل، خلينا ورق غرة، خلينا نوم بصرة. هسه نحمسن، هسه راح نخلي وياه البصل، وخلينا شوية دارسين انتم تسمونه قرفة على مود يعطي شوية نكهة. هسه تحمص البصل، هسه خلينا التمن. هسه هاي طقطقة التمن راح ندير عليه التشريبة مالت الدجاج. صفيناه، هسه راح نخليه على نار هادئة. خلينا وياه أيضا شوية من الجزر المبروش. وهسه خلينا الدجاج اللي حمصناه ويا التمن، وخلينا فحم على الطباخ على مود نخليه وياهن. وهذا الفحم ونخلي عليه شوية زيت. هسه نكبس الجدر، وهذا شكله النهائي. خلينا شوية تشريبة وياه، وسوينا مع العلم مرقة الطاقوس الوياه، بس حرامات انمسحت. وهذا شكلها النهائي. أو سوينا سلطة المعكرونية، وسوينا محلبي الرمانية، وسوينا التفاحية، وإن شاء الله راح أعيدن ذن الزلطات. وهذا شكلها النهائي، وألف عافية.